تخيل معايا كده يا جماعة، لغز صغير هنبدأ بيه. زمان قبل ما يكون في GPS ولا موبايلات ولا انترنت، لو واحد حب يسافر من مصر لفرنسا ومن فرنسا لإيطاليا وبعدين يرجع تاني، تفتكروا كان بيظبط المواعيد والقطارات والحجوزات دي كلها ازاي من غير ما يتوه او فلوسه تتسرق او ينام في الشارع؟ السؤال ده اجابته صادمة شوية وهقول لكم في اخر الفيديو، بس ركزوا معايا لان النهاردة مش جاي اقول لك كلمتين حلوين وامشي. انا جاي انقل لكم تجربة واقعية بمرها قبل حلوها عن التكنولوجيا اللي غيرت حياتنا كلنا. عارفين ان الموبايل في ايدينا بقى عبارة عن عصاية سحرية، تطبيقات بتصحينا، تطبيقات بتأكلنا، تطبيقات بتنظم شغلنا. بس هل كل التطبيقات دي فعلا مفيدة، ولا في منها اللي بيسحب بياناتنا وفلوسنا على الفاضي؟ النهاردة حطيت تحت الميكروسكوب تطبيق اسمه اومي اوميو، الشهير لحجز تذاكر السفر في اوروبا وامريكا. تطبيق اللي الناس كتير بتقول عليه منقذ وناس تانية بتدعي عليه عشان يعني عندهم مشاكل معاه. تعالوا بقى احكي لكم تجربتي الشخصية معاه من غير تجميل. تطبيق اوميو يا سادة للي ما يعرفوش هو ببساطة بسيط، يعني سمسار شيك كده في جيبك بيجمع لك كل وسائل المواصلات، سواء قطارات او اتوبيسات او طيران، في مكان واحد عشان تختار الارخص والاسرع. واجهة التطبيق بصراحة تغري، نظيفة وسهلة، واول ما بتفتحه بتحس انك مسافر خلاص. انا لما جيت اجربه قلت يا واد يا ناصح، بدل ما تفتح مواقع او موقع القطارات الالماني وبعدين موقع الاتوبيسات الايطالي وتوه، خليك مع اوميو. وفعلا كتبت المكان اللي انا فيه والمكان اللي عايز اروحه والتاريخ، وفي ثواني طلع لي مقارنة رهيبة. يعني مثلا يقولك القطر هياخد ساعتين بس غالي، والاتوبيس هياخد 5 ساعات بس بنص التمن، والطيران ملوش لازمة في المسافة دي. لحد هنا الدنيا وردي. اخترت وحجزت ودفعت والدنيا تمام. تذاكر بتنزل على الموبايل وبتشتغل اوفلاين، ودي ميزة قوية جدا عشان لو النت فصل منك في الغربة ما تتسوحش. بس تعالوا بقى للصدمة والمشاكل اللي ممكن تقع فيها لو اتعاملت مع التطبيق ده بحسن نية بحسن نية زيادة. يعني شوية أكبر غلطة أنا وقعت فيها ومش عايزكم تقعوا فيها، وهي الاعتماد الكلي على التطبيق في تحديثات الرحلة. يعني مرة حجزت قطر والتطبيق قايل لي القطر في ميعاده، رحت المحطة لقيت القطر ملغي بسبب إضراب. التطبيق مبلغنيش ليه؟ لأن التطبيق وسيط. ساعات السيستم بتاعه ما بيسمعش التحديثات الفورية بتاعته شركة القطارات نفسها. فبقيت في موقف لا أحسد عليه. الدرس هنا إيه؟ استخدم أوميو للمقارنة والحجز لأنه سهل، بس لازم وأقرر لازم تنزل تطبيق شركة القطارات أو الأتوبيس اللي هتركبه عشان تتابع حالة الرحلة لايف. العيب التاني والقاتل اللي لاحظته، ولازم أكون أمين معاكم فيه، هو خدمة العملاء. لو حصلت مشكلة في الحجز أو حبيت تلغي، الدعم الفني عندهم بطيء جدا، عبارة عن بوتات بترد عليك، يعني ذكاء الاصطناعي بردود محفوظة. ولو عرفت توصل لبني آدم يبقى بعد طلوع الروح. وده اللي بيخلي ناس كتير تتعصب وتعمل تقييمات سلبية عشان ما نكونش ظالمين. التطبيق فيه مميزات حقيقية ما تتسابش، أهمها ميزة المقارنة السعرية، بتوفر فلوس كتير جدا بجد، وسهولة انك معاك تذكرة الكترونية QR كود تدخلي بيها من البوابة من غير ما تطبع ورق. ده غير انه بيدعم اللغة العربية، وميزة تانية مش موجودة في تطبيقات أوروبية كتيرة. طيب ايه رأي الناس في المتاجر وجوجل بلاي؟ دخلت قلبت في تعليقات جوجل بلاي عشان اشوف انا بس اللي واجهت دول، لقيت ولا لا. لقيت التقييمات واخدة منحنى الحب والكره، يعني حد مبسوط جدا يا حد متضايق جدا. واكتر تعليق عليه لايكات وتفاعل كان من مستخدم بيقول بما معناه تطبيق ممتاز كبحث ومقارنة واسعار، لكن احذروا من سياسة الاسترجاع. الفلوس عشان ترجع ممكن تقعد اسابيع، والعمولة اللي بياخدوها زيادة عن السعر الأصلي للتذكرة ساعات بتكون غير مبررة. وده بيأكد كلامي إنك بتدفع تمن الرحلة والواجهة السهلة. طيب لو أوميو معجبكش أو عايز بديل، عندك تطبيق تريد لاين أو ترين لاين ممتاز جدا في القطارات تحديدا، وعندك سكاي سكانر ملك الطيران، وممكن كمان تستخدم روميو تو ريو عشان تعرف الطرق. بس في النهاية نصيحتي ليك،
عشان تستخدم اوميو صح قارن الاسعار عليه، اعرف ارخص وسيلة، ولو الفرق في السعر بسيط بينه وبين الموقع الرسمي للشركة الناقلة احجز من الموقع الرسمي اضمن، عشان لو حصلت مشكلة تعرف تاخد حقك. لكن لو بتدور على السهولة ومش فارق معاك اليورو ولا الاتنين الزيادة يبقى اوميو صديق سفر ممتاز، بس حرص ولا تخون. ودلوقتي نرجع للسؤال الاول الحلقة، الناس زمان كانت بتسافر ازاي من غير التكنولوجيا دي؟ الإجابة هي وكالات السفر الورقية والبرقيات. كان المسافر لازم يروح مكتب سياحة قبلها بشهور يبعتوا تلكس أو جوابات للفنادق ومحطات القطار، وكان بيشيل معاه خريطة ورقية وقاموس جيب عشان يعرف يسأل عن الطريق، ولو القطر فاته كان بيستنى القطر اللي بعده اللي ممكن يجي بعد يومين. فالحمد لله على نعمة التطبيقات اللي بنستخدمها بذكاء. شير ولايك وسبسكرايب للقناة لو مكنتش عارف أي حاجة عن التطبيق، واستنى تاني تطبيق جديد. سلام.